السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ بإذن الله النهاردة هنكمل حصص الحل، ودي تكملة للحصص بإذن الله اللي انت بتنزلها السنتر علشان ما ناخدش وقت في الحل جوه القاعة. فزي ما احنا قلنا واتفقنا هنبتدي نعمل الأسئلة لوحدها كده مستر محمد وتشوفها على اليوتيوب، فالموضوع هينجز معاك بإذن الله في الوقت جامد قوي في وقت الحصة، وفي نفس الوقت هيريحك وانت بتحل انك تشوف كل الأسئلة بتتحل ازاي. طيب النهاردة المراجعة التانية في الفلسفة، هنبتدي يا مستر محمد نحل على أول درس عندنا وهو درس نشأة الفلسفة وتعريف، طبعا أول درس في المحاضرة الثانية. طيب هنبتدي يا مستر محمد كده. أول حاجة بيقول لك الفلسفة نشأت واستمرت بالاعتماد على المبادئ الأولى. هو الفلسفة نشأت أصلا فين؟ واحد يقول لي الشرق القديم، بس عبيط. الشرق القديم ظهر فيه المبادئ الأولى للتفكير الفلسفي، لكن علم أو كلمة الفلسفة نفسها يا مستر محمد نشأت فين؟ في اليونان. يبقى أول حاجة كده يا مستر عندنا إن الفلسفة ابتدت تظهر يا مستر محمد في اليونان. طيب تعال نكمل. قول ديكر ان اختلاف ارائنا لا ينشا عن كوننا بعضنا اعقل من بعض. بص يا معلم، كلمه اختلاف، كلمه تباين، كلمه فلسفه خاصه، كلمه رؤيه، كلمه يا مستر محمد ان كل واحد ليه راي، اي حاجه من دول بيدل على التعريف الثاني للفلسفه، ان الفلسفه وجهه نظر. فهو بيقول لك فعلا احنا مختلفين ليه؟ لان الفلسفه فعلا كونها وجهه نظر يا مستر محمد. معناها ايه وجهه نظر دي؟ معناها حبيب قلبي ان كل واحد بيفكر بطريقه، معناها ان احنا مختلفين عن بعضنا البعض. طيب تعالى يا مستر نكمل ونشوف السؤال التالي. بيقول لك يا مستر محمد اختلفت انا وزميلي، برضه هو نفس الفكره، اختلفت انا وزميلي، يعني كل واحد ليه رؤيه، كل واحد ليه وجهه نظر. فلو كملت السؤال بيقول لك اختلفت انا وزميلي حول موضوع ما، فاعرضني بمجموعه من الادله التي تثبت خطئي وتؤكد صوابه، فكان ايه الحل يا مستر محمد بقى؟ فقبلت رايه. يبقى كده الراجل ده مقتنع ان الفلسفه يا مستر برضه وجهه نظر. طيب تعالى يا مستر نشوف السؤال اللي بعديه. سؤال رقم 5. إن رؤية الفيلسوف للموضوعات المختلفة كالسياسة، الأخلاق، الجمال تتشكل من خلال ما تلقاه من مجتمعه وينعكس ذلك على فكره وسلوكياته. إذن يعني كل فيلسوف عايش في مجتمع بيبقى عنده فكر مختلف. طب ما دي نفس الفكرة برضه يا مستر، إن الفلسفة يا مستر برضه وجهات نظر فردية متباينة. عندك حق يا معلم، فعلا هي الإجابة دي الصح. بعد كده وضع هيراكليدس نظرية التغير الدائم، حيث يرى أن التغير هو السمة الأساسية للكون. بقول لك إيه؟ أي تأمل للكون، أي تفسير للكون، أي كلمة عقلية أو نظرية أو ذهنية خالصة، ده كان تفكير بيخص أنهي مرحلة أو كان تبع أنهي مرحلة مستر محمد؟ قال لك المرحلة الثانية في مراحل نشأة الفلسفة والحضارة اليونانية. يبقى هو قال لك يا مستر محمد إن هنا الفيلسوف ده عنده نظرية أو كون نظرية يا حبيب قلبي، النظرية دي عايز يفهم بيها الكون، أو نظرية لإيه يا مستر محمد؟ قال لك عشان يفسر الكون. هل الكون ده يا مستر محمد بيتكون من يا مستر، أو كان لا يمكنك أن تنزل في نفس النهر مرتين؟ هو وجهة نظره عن الكون يا مستر. تعالى نقرا السؤال تاني، أنا مش شايف أي حاجة من البتاعة دي. إن رؤية الفيلسوف للموضوعات المختلفة قلنا وضع هيراكليدس نظرية للتغيير الدائم، حيث يرى أن التغيير هو السمة الأساسية للكون، حيث قال لا يمكنك أن تنزل في نفس النهر مرتين. هو الآخر بيفسر الكون. قلت لك أي تأمل للكون، أي تفسير للكون، يبقى ده عصر إيه يا شباب؟ يوناني. طيب الفلسفة الهندية، خلاص ما تكملش، بس قلت لك هند، بابل، أشور، العراق، مصر، الصين، فارس، أي بلاد من دي ذكرت في السؤال هتبقى الحضارة الشرقية القديمة. أو يجيب لي دين أو أخلاق تاني، يبقى أي اسم من البلاد دي، أو أي حاجة بتدل على الدين، أو أي حاجة بتدل على الأخلاق. طب هو هنا بيقول لك الهند نشأت عن نظريات تؤكد على أهمية الأفعال وتأثيرها في حياة الفرد في حاضره ومستقبله، حيث تؤدي الأفعال الجيدة لنتائج جيدة والأفعال السيئة تؤدي إلى نتائج سيئة. هو هنا مستر اتكلم على الحاجتين اللي احنا قلناها، اتكلم على الهند، وانا قلت لك لما يجي يتكلم على الهند تبقى دي شرق قديم، وقال لك الافعال السيئه والايجابيه ودي الاخلاق برضه يا مستر محمد، فدي برضه الشرق القديم. طيب تعالى يا مستر نكمل بقيه الاسئله. بيقول لك يا مستر محمد الفلسفه في اوسع معانيها تعتمد على نظريه النظر والتأويل وترتيب الحقائق الذهنية الشاملة. احنا كان عندنا كم تعريف للفلسفة؟ 2. التعريف الأولاني شايف ان الفلسفة أم العلوم. ليه أم العلوم؟ لأنها علم كلي، علم شامل، علم عام، علم مجمل، علم بيدرس كل المعارف. والمعرفة أو التعريف الثاني إن أنا لسه قايله من شوية إن هو بيرى أن الفلسفة وجهة نظر أو رؤية
أو فلسفة خاصة، أو يا مستر نسبية متغيرة لأن كل واحد عنده وجهة نظر. فتعال نشوف ده أنهي تعريف فيه. يقول لك الفلسفة في أوسع معانيها تعتمد على النظر والتأويل وترتيب الحقائق الذهنية الشاملة. ترتيب الحقائق الذهنية الشاملة معناه أنه بيفكر في كل حاجة. فده بيدل أن الفلسفة فعلا علم كلي أو علم المعرفة الكلية المطلوبة لذاتها. تعال نكمل. الفلسفة نشاط عقلي يهدف من خلاله الفرد إلى فحص منظم للمعتقدات بطريقة متعمقة واعية، فتنمي تفكيره وقدرته على البحث ورؤيته للأشياء، رؤيته هو للأشياء. وأنا قلت لك برضو لما يجيب كلمة رؤية أو كلمة وجهة نظر أو كلمة يا مستر محمد نسبية متغيرة أو إن كل واحد بيفكر بطريقة، ده برضو بنقول عليه وجهة نظر. طب تعال نكمل. لقد رد الفيلسوف مش عارف مين أصل الأشياء إلى 3 مبادئ أساسية، وهي الماء والهواء والنار. إذا بيفسر الكون. وأنا قلت لك أي تفسير أو أي تأمل الكوني بدل العصر اليوناني. تمام. اعتمد هانز يوناس في فلسفته على الاحتفاظ برقابة دائمة للتغيرات الناجمة عن التكنولوجيا. ثواني يا مستر محمد، احنا خدنا كم مرحلة؟ 3: شرق قديم، دين وأخلاق، وأي كلمة من اللي احنا قلناها: مصر، بابل، أشور، الهند، الصين، فارس. اليونانية تأمل الكون بصورة نظرية، بصورة عقلية، بصورة ذهنية خالصة، بصورة مجردة يا مستر محمد. رقم 3: الفلسفة اليوم. قلت لك الفلسفة اليوم أصبحت فلسفة تطبيقية لأن الفيلسوف أصبح يعالج معانا مشكلات الحياة اللي احنا بنعالجها أو اللي احنا بنواجهها. فبالتالي الفيلسوف بقى يديني أفكار عشان نعالج مشكلات الحياة، علشان يبقى المستقبل أحسن، علشان ما يبقاش عندنا مشكلة في الحياة. يبقى دي المرحلة الثالثة اللي اسمها الفلسفة اليوم. إذا ليه؟ لأن قال لك يا مستر محمد إنه هو عايز يعمل رقابة دائمة على التكنولوجيا اللي بهدلت حياتنا. فبالتالي دي المرحلة الثالثة اللي هي الفلسفة اليوم. فين بقى الفلسفة اليوم؟ هل مجرد دراسة نظرية؟ لا، ده يونانية. هل يهتم بالظواهر الجزئيه؟ مفيش اصلا فلسفه تهتم بالظواهر الجزئيه. هل يكتفي بدراسه المجردات؟ دي يا مستر كمان المرحله اليونانيه. ولا يهتم بالمشكلات الواقعيه؟ يهتم بالمشكلات الواقعيه اللي هي الفلسفه اليوم. ابرز الموضوعات التي دار حولها الفكر الفلسفي في العصر هي الالوهيه. اي دين او اخلاق يبقى شرق قديم. هو يا مستر الوهيه، خلاص يا مستر محمد، يبقى ده شرق قديم. تعال نكمل. دعت مش عارف مين إلى تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والثقافية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يمثل ما سبق إحدى تعريفات الفلسفة من حيث أنها إيه يا مستر محمد؟ إذن خد بالك، دعت إلى تحرير إيه يا شباب؟ إلى تحرير المرأة من حيث القيود الاجتماعية والثقافية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إذن هل هنا مستر علم كلي؟ لا. هل هي علم العلوم؟ لا. هل المعرفة الكلية؟ عوضا لو أنت أصلا مش فاهم السؤال أنت هتستبعد دول. ليه يا مستر هستبعدهم الثلاثة؟ لأن حبيب قلبي الثلاثة واحد. فبالتالي مش هيبقى لنا غير دي. ما دام هي ليها وجهه نظر او ليها رؤيه يا مستر محمد في كده، يبقى دي وجهه نظر. وخد بالك حتى لو انت مش فاهم السؤال زي ده هتحله صح. ليه؟ ما انا اهو شايف اهو ان المعرفه الكليه هي علم العلوم، هي علم الكل يا مستر محمد. طيب تعال نكمل. فلاسفه ومفكرين تجاوزت نظرتهم من الصوره الماديه، ده ما بقوش يفكروا بالصوره الماديه والموجودات الى الصوره العقليه الخالصه. لسه قايلها لك والله العظيم، الصوره العقليه الخالصه. يبقى ده الفلاسفه اليونانيين. هو يا مستر محمد هتلاقي عندك اليونانيين القدماء. التمس الفكر الفلسفي المعرفه ليست ليسد بها حاجه عمليه او يشبع بها عقيده. عقيده يعني ايه عقيده؟ يعني دين. ومادام ذكر الدين يبقى ده الشرق القديم. هو يا مستر الشرق القديم. اولا برضو لو انت مش فاهم السؤال هتحله صح. ليه؟ لان الحضاره اليونانيه هي سبارتا وهي اثينا، فبالتالي الثلاثه اصلا زي بعض. طيب تعال نكمل. يتخلص المذهب الأخلاقي والسياسي عند كونفوشيوس في أن أي نظام اجتماعي صحيح متكامل يقوم على تزويد الفرد بالأخلاق. أي دين أو أخلاق يبقى شرق قديم. ذكرت الأخلاق برضو يبقى الشرق القديم. تعال نكمل. بص حتى من غير ما أكمل، دعا زرادشت إلى الإيمان بإله واحد. يبقى أي دين برضو نفس الكلام هتبقى شرقي يا شباب قديم. يبقى أي دين أو أخلاق هيبقى شرق قديم. تعال يا مستر نكمل. الفلسفة تدرس الوجود ماشي في صورته العامة. ده التعريف الأول ولا الثاني؟ ده التعريف الأول يا مستر، لأنه قلت لك كلمة صورته العامة هتدرس كل حاجة في الوجود. فبالتالي ده اللي هو التعريف اللي بيقول إن الفلسفة علم كلي أو علم عام أو علم شامل أو أم العلوم. عندك مين فيهم يا مستر محمد؟ أهو علم المعرفة الكلية.
يقول أحد الحكماء: يجب ألا يهمل الإنسان التعليم والتعلم، وألا يتجاهل واجباته نحو الآباء. بص لحد دلوقتي مش فاهم السؤال. والآلهة، خلاص والآلهة يعني الأديان، ومادام الأديان يبقى الشرق إيه ده؟ أنا مش لاقي شرق قديم. يلا عبيط، يلا مش الشرق القديم قلت لك فارس، بابل، أشور، العراق، الصين، مصر. طب وأصلا يا مستر لو مش فاهم السؤال هتحله صح، لأن أثينا وسبارتا واليونان التلاتة واحد. قول جون لوك: لو كان الناس يولدون وفي عقولهم افكار فطريه لا تساووا في المعرفه. خد بالك بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو احنا مولودين اصلا عندنا افكار فطريه ده في الحاله دي هنتساوى في المعرفه، لكن احنا يا باشا ما بنتولدش عندنا افكار، احنا بننزل بنقدر نفكر، لكن افكارنا بنكتسبها. فانا بكتسب على حسب ما اتربيت، على حسب ما عشت. طب ده بيدل على ايه؟ ان كل واحد على حسب ما اكتسب هيكون وجهة نظره. فبالتالي هو هنا قصده ان الفلسفة دي بتدل ان هي علم نظري نسبي، لانها وجهة نظر على حسب ما انت اتربيت بتبتدي تكون وجهة نظرك. وضع أرني نايس مذهبه الفلسفي الأيكولوجية العميقة من أجل البحث بعمق في البيئة وضرورة الاهتمام بها. إيه ده؟ بيئة؟ اللي ابتدوا يهتموا بالبيئة ومشكلات الطب ومشكلات يا مستر محمد التلوث ومشكلات الهندسة الوراثية والاستنساخ والجينوم البشري ومشكلات حقوق المرأة وحقوق الطفل، الحاجات دي كلها كانت في الشرق القديم؟ لا. في اليونانية برضه لا. امال فين؟ ده في الفلسفة اليوم. طب انا مش لاقي فلسفة اليوم يا حبيب قلبي. ما الفلسفة اليوم يا حبيب قلبي هي اللي بتسعى لتوجيه السلوك الإنساني علشان يقدر يحل المشكلات بتاعته. احنا فين عن السؤال اللي هو يا مستر محمد تنظيم الحياة الإنسانية. إذا تنظيم الحياة الإنسانية هي دي اللي بتدل على الفلسفة اليوم. تعال ترجم كده: هي الحكمة الدينية والأخلاقية اللي هو مين؟ الشرق القديم. طب الطابع العقلي الخالص، أي عقل خالص تأملات، يبقى يونانية. طب مبادئ الأخلاق والفضيلة برضو يا مستر محمد هتبقى زي الشرق القديم، فبالتالي هنستبعد. في سؤال رقم 22: تعددت الديانات، أديان ما تكملش، يبقى دام ذكرت الأديان يبقى ده شرق إيه؟ قديم. يقول أحد الحكماء: إن رسالة الفلسفة ليست حكمة في ذاتها، ولكنها حكمة مقترنة بالعمل. مقترنة بالعمل يعني مش محتاجة تقريبا السؤال بالاستبعاد هنبتدي نحل. بيقول لك إن الرسالة الفلسفية ليست حكمة في ذاتها. امال ايه يا معلم؟ قال لك مرتبطة بالعمل، يعني الفلسفة بتعلمني ازاي اشتغل، ازاي اقوم بسلوك. لو بصيت مش هتلاقي يا مستر حاجة تنفع غير تسعى لتوجيه السلوك الانساني. طيب، يرى الفيلسوف مش عارف مين ان الهواء هو المبدأ الذي يصدر عنه الاشياء جميعا، فالهواء هو العالم. اذا بيفسر العالم او الوجود او الكون وقال لك من خلال الهواء، هو اي كلام، بس في الاخر هو بيحاول يفسر الكون. وما دام حاول يفسر الكون يبقى دي الحضارة اليونانية. تعال نكمل. بص السؤال الجاي ده من غير ما اقراه ممكن احله ازاي يا مستر ناصح انت يا ابني؟ ما اثينا، بص بس السؤال انا لسه ما قريتوش، بس اثينا هي سبارتا هي الاغريق، فاكيد هتطلع فارس. انا مش عارف، تعال نقرا السؤال ونتاكد انا حليت صح ولا لا. ده ابى قطاع واسع من مؤرخي الفلسفه على اختزال تاريخ الفلسفه الممتد عبر الزمان والمكان في القرن الخامس قبل الميلاد، واعتبروه هذا المنحنى المعرفي هو البادره الاولى للمعرفه الفلسفيه. علم الحته دي، هي دي الاجابه. ليه يا مستر محمد؟ لأن المبادئ الأولى أو البادرة الأولى للتفكير الفلسفي ظهر في اليونان؟ لا، ده الفلسفة نفسها ظهرت في اليونان. ظهرت الفلسفة بمعناها الحقيقي فين؟ في اليونان. لكن المبادئ الأولى أي البادرة الأولى ظهرت في الشرق القديم. طب يا مستر يعني احنا حلينا صح؟ فين الشرق القديم؟ يلا ما هي فارس دي الشرق القديم. مش احنا قلنا الشرق القديم هو فارس والهند والصين وبلاد مصر والعراق يا مستر محمد؟ طيب، فبالتالي كده احنا حلينا السؤال صح. وخد بالك ما كناش لسه قريناه، بس بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي ساعات الاستبعاد بيبتدي يا مستر محمد يساعدني بشكل كويس جدا ان انا احل اسئله شبه دي كده. بص نفس الفكره والله العظيم، يعني برضو نفس السؤال ده ممكن لو انت فكرت بنفس طريقتي هتحله صح. شباب مش فارس اللي هو شرق القديم، فارس شرق القديم والصين شرق القديم والعراق شرق القديم، يعني من غير برضو ما افكر في السؤال هتبقى سينا. بس تعال نتاكد. نعت الحكماء في هذه البلاد بالطبيعيين نظرتهم لرؤيتهم المتكامله والشامله حول الوجود. ابتدوا يفسروا الوجود فين؟ يا مستر محمد في اليونان اللي هي هنا جايه بمعنى اثينا. فدي يا مستر تاني مره نحل سؤال عن طريق الاستبعاد، وممكن حتى ما كناش شفنا السؤال وفعلا اجابتنا طلعت صح. طيب تعالى يا مستر سؤال 27: ان الفلسفه هي البحث في العالم باعتباره مكونا واحدا يتصل ببعضه ويتصل بعضه ببعضه البعض. ايه ده؟ يعني الفلسفه بتدرس مستر العالم عن طريق ان هي بتوصله ببعض، يعني بتدرس كل حاجه عن العالم. اذا الفلسفه كده وجهه نظر
علم عملي، رؤية فردية، ولا علم كلي؟ علم كلي. فرع فلسفي حديث وجانب من جوانب الفلسفة يقوم باستخدام الطرح والمنهج الفلسفي لمعالجة الموضوعات ليست فلسفية بالأساس. خد بالك، هيعالج موضوعات ليست فلسفية بالأساس. وقال لك في أول السؤال فرع إيه؟ حديث. احنا عندنا في النشأة 3 حاجات. هل الشرق القديم حديث؟ ده قبل الميلاد. طب هل اليونانية حديث؟ والله برضو كان قبل الميلاد. يبقى الوحيد اللي حديث برضه باللوجيك كده هيبقى ليه؟ الفلسفه اليوم. هي الفلسفه اليوم كان طابعها عقلي خالص؟ لا، دي يونانيه. هل المبادئ الاولى للحكمه؟ لا، دي شرق قديم. هل ظواهر الكون والموجودات؟ لا يا مستر، دي برضه يونانيه. هم المواجهات القضايا الحياتيه؟ هي دي يا مستر محمد، لان الفلسفه اليوم كانت بتعالج مشكلات الحياه. يقول كل انسان له رؤيه وقيم كل انسان له رؤيه. انا لسه قايلها، ارجع في فيديو كده هتلاقيني بقول لك لو قال لي ان كل واحد له رؤيه، كل واحد له فلسفه خاصه، او كلمه نسبيه او كلمه ذاتيه، يبقى ده مستر محمد بيدل ان الفلسفه وجهات نظر متباينه. يعني ايه متباينه؟ عشان دي هتقابلنا تاني كتير. كلمه متباينه يعني مختلفه. وخدناها في مربع ارسطو لما قلت لك يا مستر محمد قضيتين متباينتين في الكم والكيف، يعني كان مختلفين في الكم والكيف. فالكلمه دي مش جديده علينا يا مستر، كلمه متباينه خدناها في المنطق قبل كده. طيب سؤال 30. يقول أحد الحكماء ينظر الجميع إلى الشمس التي بأشعتها العالية تظهر الآلهة الذي يعرف كل المخلوقات المولودة، أو الإله الذي يعرف كل المخلوقات. الإله. خلاص يا مستر محمد، أنا قلت لك أي دين أو أي أخلاق هتبقى شرق قديم. بقول لك إيه برضو، تعالى فكر في السؤال ده كده. مش أثينا هي اليونان، هي سبارتا، يبقى مصر القديمة لأنها بتدل على الشرق القديم. وبرضو بالاستبعاد هختار. بعد كده مستر قال لك وجهات النظر التي تهتم بالقضايا المعاشه. قضايا المعاشه احنا عايشينها دلوقتي هيبقى انهي عصر يا شباب؟ اليونانيه القديمه الوسطى ولا الراهن؟ والراهن ده ساعات يقول لك اليوم او الان، او يا مستر محمد الذي نحيا فيه الان، او المواقف او القضايا الحياتيه او المشكلات الحياتيه او الواقعي او المشكلات الواقعيه. كل ده بيدل على الفلسفه الراهنه او العصر الراهن. طيب بعد كده سؤال 32. تقول دكتور يمنى الخولي كانت الفلسفه قديما الام ما تكملش. الام دي يبقى التعريف الاولاني اللي هو بيقول الفلسفه ام العلوم. يبقى هل يا مستر تهتم بتوجيه السلوك؟ في السؤال ده لا. هل وجهه نظر فرديه؟ لا. هل تهتم بالمشكلات الواقعيه؟ لا، دي فلسفه اليوم. ولا تهتم بالوجود ككل؟ تهتم بالوجود ككل، عشان هو قال لي ان الفلسفه الام يعني ام العلوم، علم الشامل. ظهرت الفلسفه لعده عوامل، منها زياده وعي الناس وعدم القبول بالنصوص الجاهزه الا بعد مناقشتها. يعني بيناقشوا، بيتاملوا. كل الحاجات دي ظهرت فين؟ وبرضه تعال نحل السؤال ده بالطريقه اللي علمتها لك يا شباب. مش الهند وفارس واشور وبابل كل دول شرق قديم؟ يبقى الوحيد المختلف عنهم مين؟ اثينا. بالاستبعاد انت حليت صح من غير حتى ما تتعب نفسك انك تفهم السؤال. وطبعا ما تستخدمش الطريقه دي دايما، ولكن بلام انت متاكد ان الاختيارات دي ما تنفعش استخدمها. طيب تعال يا مستر سؤال 34. الاتجاه إلى التفكير فيما ستؤول إليه كل الظواهر الطبيعية والإنسانية لفهم العالم من حولنا وتحقيق الاستمتاع الفكري بهذه المعرفة. يوضح ما سبق أن الفلسفة ذات طابع إيه؟ هنا يا باشا بيتكلم على مين؟ على الفلسفة النظرية اللي هو بيدرس ظواهر الكون لفهم العالم من حولنا وتحقيق الاستمتاع الفكري. فبالتالي هي مش مادية هنا. وأولا بص تعالى كده برضو، كلمة مادية هي حسيه، فاستبعدهم. فقدامك يا عقلي يا نفسي. هل الفلسفه ذات طابع نفسي ولا ذات طابع عقلي يا شباب؟ عقلي او ذهني، كل دي بمعنى بعض. طيب تعال نكمل برضو يا شباب. السؤال ده برضو لو بصينا عليه اهو، عندك الهند وفارس والعراق كلهم حضارات شرقيه قديمه. الاجابه المختلفه اليونان، بس تعالى نتاكد هي صح ولا لا. قدمت مجموعه من الاصلاحات ذات البعد الاجتماعي والسياسات، وساهمت في ابتكار المؤسسات السياسيه التي سميت يا مستر محمد بدوله المدينه، وبالتالي نقلت الفكر الى ما هو تجريدي. هي الاجابه اهي. كلمه تجريدي معناها ايه؟ تجريد يا مستر محمد معناها ان هي حاجات معنويه، يعني هي حاجات نظريه، يعني تاملات. فبالتالي يا مستر محمد اللي فكروا بصوره معنويه مجرده هم الفلاسفه اليونان. تعال نشوف السؤال اللي بعديه. الحكمه الفلسفيه الحقه تتجلى في الجانب العملي السلوكي والتطبيقي. ما تكملش. انا قلت لك الفلسفه النظريه في اليونان، الحكمه الدينيه في الشرق القديم، الفلسفه العمليه او التطبيقيه ظهرت فين؟ في العصر الراهن. واديتك اسامي ليه، قلت لك يا الان، يا اليوم، يا الذي نحياه الان، يا الراهن، يا العصر المعاصر.
عندك مين يا شباب هنا؟ الفلاسفة المعاصرين هو الفلسفة اليوم، لأن يا مستر محمد الباقي كله حكماء الصين هي حكماء الشرق، لأن الصين من الشرق القديم. ويا مستر الجانب التطبيقي ما ظهرتش في الفلسفة اليونانية، كانت فلسفة نظرية تأملية عقلية ذهنية خالصة، فبالتالي هنا مش هتنفع معاهم. طيب بص يا شباب، المقالي باذن الله انا هعمله لك في ورق عشان ما نضيعش برضه، الفيديو هيطول جدا لو انا قعدت اتكلم في المقالي، فبالتالي هعمله لك في ورق وهنزله لك برضه على الجروبات بتاعتك. طيب بصوا يا شباب، احنا دلوقتي هنحل على درس اسمه المباحث بتاعه الفلسفه، اللي هي كانت اساسيه 3، اللي هو الانطولوجيا، الابستمولوجيا، والاكسيولوجيا. والاكسيولوجيا دي اوعى تنسى ان هي 3. الاكسيولوجيا يعني القيم، وبتدرس 3 حاجات، اللي هو مستر الحق والخير والجمال. والمباحث الفرعيه اللي هي مستر محمد الدين والتاريخ والقانون. تعالى يلا نبدا مع بعض كده في المباحث. أول مبحث بيقول لك: اهتم الفلاسفة الأوائل بالكشف عن الأحداث الكونية ليبان هل تقع مصادفة أم تقوم على أساس قانون ثابت. إذن بيبحث الكون، والكون ده اللي هو مبحث الأنطولوجيا، والأنطولوجيا ده بيدرس مين؟ الوجود. تمام يا رب. الفيلسوف يسعى إلى تحديد مدى إمكانية إدراكه للوجود. لحد هنا ممكن يضحك عليك وتختار مستر محمد الأنطولوجيا، بس كمل. وبيان ما يدركه ترجيحي أو احتمالي. فاكر لما جيت قلت لك يا مستر لو جيت اتكلم على الشك أو اليقين، أو يا مستر الملاحظة أو التجارب، أو يا مستر النقد أو الشك، الحاجات دي كلها هي وسائل جمع المعرفة. إذن أي وسيلة جت في السؤال لجمع المعرفة ما بختارش الأنطولوجيا، بختار الأبستمولوجيا اللي هي مستر محمد المعرفة. هو الفيلسوف يسعى إلى تحديد مدى إمكانية إدراك الوجود والموجودات. لحد هنا مش فاهم هو وجود ولا مستر محمد ولا معرفة. وبيان أن ما يدركه ترجيحي أم يصل إلى درجة اليقين اللي هو الشك يعني مستر محمد، فبالتالي ده مبحث المعرفة. هنكمل. الحمد لله. يلا. أحد المباحث الفلسفية الذي يهتم بدراسة المفاهيم الكلية كمفاهيم النية والإرادة والقصد والحرية والعدالة. ماشي، أنا شكيت بس كمل. وتلك المفاهيم هي التي تحدد ما هو مسموح وما هو مقبول. لا خلاص أنا كده اتأكدت. اللي يا مستر اللي بيحدد لك في المجتمع اللي هو مسموح واللي مش مقبول من حيث الإيه؟ المجتمع. خد بالك، لأن يا مستر من حيث الثواب والعقاب الإلهي هتبقى دين، لكن هنا يا مستر محمد هنا في عقاب من حيث المجتمع، يبقى ده كده من ناحية القانون. طيب، قيمة فلسفية لا تطلب لذاتها أو لغايتها. فاكر القيم الثلاثة؟ الحق، الخير، الجمال. الحق كان بيدرس إيه؟ بيدرسوا علم المنطق، بيعلمنا التفكير الصحيح والبعد عن التفكير الخاطئ. الخير يا مستر بيدرسوا علم الأخلاق، وده بيعلمني الفضائل وبيبعدني عن الرذائل. الجمال بيعلمني الذوق والفن يا مستر محمد، وده يا مستر برضو مهم جدا. تعال نشوف السؤال هو بيعلمني إيه واختار القيمة اللي شبهه. القيمة الفلسفية لا تطلب لذاتها أو غايتها أو كغاية، ولكن بهدف تنظيم تفكير الإنسان. خلاص، تفكير الإنسان يبقى إيه يا مستر محمد؟ التفكير هو الحق، وممكن يقبل المنطق. المنطق يا مستر محمد برضو صح، ما فيش مشكلة فيه. رقم 5، تناول أفلاطون مفهوم العوالم المثالية، حيث اعتبر أن هناك عالما مثاليا يحتوي على أشكال مثالية التي تمثل الحقيقة المطلقة. لحد هنا مش فاهم حاجة، وبصراحة هو اللي جاي ده عامل لي تحتيه خط، فأنا ده اللي هركز فيه بقى. قال لك: بينما العالم المادي هو مجرد انعكاس غير كامل لهذه الاشياء. بيتكلم عن العالم المادي، وقلت لك العالم المادي او المعنوي اللي هو ما وراء الطبيعه والميتافيزيقا، ده ذكر في مبحث مين؟ الوجود. اللي هو ايه الوجود؟ انا مش شايف وجود، يلا ما الوجود هو ايه؟ الانطولوجيا. تناول ارسطو مساله الفضيله. فضائل جايه من القيم، والفضيله اتعلمتها في القيم. طب والقيم دي موجودة فين؟ موجودة في مبحث الأكسيولوجيا. وخد بالك ممكن بقى يغير لك مبحث الأكسيولوجيا، يقول لك بقى ده خير ولا حق ولا جمال. ما الفضائل والرذائل اتعلمتها في الخير، يبقى ممكن يشيل الأكسيولوجيا ويحط لي ال3 قيم بتوعتها اللي هو الحق ولا الخير والجمال، ساعتها اختار الخير. تتبع شجرة العائلة يمكن أن يكشف عن قصص وتجارب الأجداد. أجداد، لأنه فاكر الموتات دول ما بشرحهمش، ولا قانون تاريخ ولا دين بشرحهم، لأن السؤال بيجي عليهم يلا حله. بيقول لك تجارب الأجداد هتبقى إيه يا شباب؟ يعني هتبقى أكيد تاريخ، فالسؤال بتاعها بيجي يقول لك حلنا يا باشا بعد إذنك، لأن إيه؟ حاول إيكو علاج فكرة
الغموض في الفن عن طريق استخدام النظريتين. النظريه الاولى هي النظريه مش عارف ايه، النظريه الثانيه هي نظريه ايه. هو بيقول لك فن، وانا قلت لك يا باشا لما يجي يتكلم على الفن او الذوق هيبقى اكيد يا مستر محمد قيمه الجمال. هو فين احنا في انهي سؤال يا جدعان؟ اهو قيمه الجمال. طيب يلا شباب، سؤال 9. مبادئ ومعايير ينبغي علينا ان نلتزم بها في تفكيرنا وافعالنا واحكامنا. اذا يا مستر محمد تنظم كل جوانب الحياه. خد بالك بدل مبادئ همشي عليها يبقى اكيد دي قيم. فين القيم يا مستر محمد؟ قال لك مبحث الاكسيولوجيا. الكون مليء بالاسرار الغامضه. ببحث عن اسرار. هل كده بدرس الكون ولا بجمع معرفه عنه؟ ببحث عن اسراره، يبقى انا كده ببحث عن معرفته. يبقى يا مستر محمد اهو الاجابه رقم ج اللي هي مبحث المعرفه. يركز هذا المبحث على ماهية الأشياء التي توجد ويطرح عدة تساؤلات عن الأشياء. كيف يمكن تصنيف هذه الأشياء؟ وما هي العلاقة اللي بتربط بين هذه الأشياء؟ يعني بيدرس كل حاجة في الكون بصورة كلية ومترابطة. مستر محمد يبقى ده مبحث الأنطولوجيا اللي هو بيدرس الوجود. العلم الذي يهتم بالمثل العليا والمطلقة ومدى ارتباطها بخصائص التفكير. أنهي قيمة شباب؟ حق ولا خير ولا جمال؟ أكيد يا مستر محمد الحق هي اللي بتدرس إذا أنا ما لقيتش حق يا شباب. طب ما عادي يا مستر محمد، ما الحق ده بيدرسه علم الإيه؟ المنطق. تمام شاطر. يرى جون لوك أن الأفكار تأتي من التجارب الحسية التي يمر بها. فاكر لما قلت لك أي وسيلة لجمع المعرفة بختار مبحث المعرفة؟ طب هو هنا ذكر التجارب، قلت لك ملاحظات، تجارب، شك، نقد، برهان، دليل، إثبات. أي حاجة بتدل على وسائل لجمع المعرفة بختار يا مستر مبحث المعرفة. إن شاء الله مش هتشل قبل ما الفيديو يخلص بإذن الله. احنا علينا في مكانها بس ولا مش في مكانها؟ تمام. احنا في سؤال رقم 14. يرى كانت ان الفعل الاخلاقي صارم لا يسمح بالاستثناءات ويجب ان يكون قابلا للتطبيق على الجميع دون تهاون. فعل اخلاقي، والاخلاق يا مستر موجوده فين؟ موجوده يا مستر في قيمه الخير، وقيمه الخير موجوده في مبحث الاكسيولوجيا اللي هو مبحث القيم. بسم الله. يا الحمد لله. 15. يقول كانت الأخلاق ليست هي التعليمات التي تتبعها بل هي المبادئ التي نعيش بها. برضو يا مستر محمد بيتكلم على إيه؟ على الأخلاق، والأخلاق موجودة فين؟ في مبحث الأكسيولوجيا اللي هو بيدرس القيم. تمام. يرى أرسطو أن الكون هو نظام متكامل من الأسباب والنتائج، حيث أن كل شيء يحدث لسبب ما. بيتكلم يا مستر محمد أن كل حاجة في الكون دي ليها سبب. ما اتكلمش على وسائل جمع المعلومات، ده بيحاول يفسر لك الكون. يبقى ده مبحث مين؟ الأنطولوجيا. يرى كانت أن الأفعال يجب أن تكون متوافقة مع القوانين الأخلاقية. خلاص أخلاقية يبقى أكيد يا مستر مبحث القيم. يقول أينشتاين لقد خلق الله الكون وفقا لقوانين لا تعترف بالصدفة أو والعشوائية. هل برضو بيتكلم على جمع معارف عن الكون؟ هل اتكلم على الوسائل اللي أنا علمتها لك؟ لا، هو هنا بيتكلم على دراسته للكون وبيحاول إنه يقول لك إن لقد خلق الله الكون وفقا لقوانين لا تعترف بالمصادفة بل كل حاجة ليها حسبان. يبقى هو كده بيدرس الكون. ما اتكلمش على المعلومات، ما اتكلمش عن وسائل جمعها، ما اتكلمش عن المعرفة، ما اتكلمش عن أسرار الكون، ما جابش سيرة الشك ولا النقد ولا التحليل ولا البرهان ولا الإثبات يا مستر محمد، ولا الملاحظات ولا التجارب اللي هي وسائل جمع المعلومات. طيب تعال نكمل. قدم مش عارف مين نظرية العقد الاجتماعي والتي تتم بين أفراد المجتمع دون أن يكون الحاكم طرفا فيها، ويقتضي هذا العقد بتنازل الأفراد عن كل حريتهم لهذا الحاكم. كلمة عقد أصلا بيوثقها إيه؟ بيوثقها قانون. كلمة العقد يعني هي الميثاق، والدستور والقانون على فكرة عقود اجتماعية بين الحاكم والمحكومين، بين الدولة والمواطنين، بيلتزم كل منهما بنصوص هذا العقد. فبالتالي كلمة عقد لو ذكرت عامة يا شباب بنختار مبحث القانون. يهتم بالبحث في المبادئ العقلية العامة التي يتبعها الايه؟ العقل. العقل يا شباب هيبقى جمال ولا خير ولا حق؟ العقل يعني المنطق يا مستر محمد، فبالتالي ليه علاقة بقيمة الحق. وذكر كلمة التفكير يا مستر محمد. نرجع تاني بيقول لك يا باشا كان شعار سقراط اعرف نفسك، وذلك من أجل توجيه النفس والسيطرة عليها بهدف تحقيق السعادة. الشباب اللي بيسيطر على نفسي وبيزكي النفس وبيخلينا نتحكم ووجهها هم الأخلاق. تزكية النفس هي مستر محمد وظيفة الأخلاق. طب والأخلاق فين يا مستر محمد هنا؟ ما الأخلاق دي جوه قيمة ايه يا شباب؟ الخير.
22 يرى ديموكريتس أن العالم يتألف من ذرات كثيرة. برضه بيتكلم ان العالم بيتكون من 1 2 3 4 ومرتبطين ببعض. يبقى مستر محمد ما ذكرش وسائل لجمع المعرفه، يبقى ده مبحث الوجود اللي هو الانطولوجيا. وهنا عندك الانطولوجيا، لا عندك الوجود اختارها. سلوكنا افكارنا واحكامنا ليست مجملها عشوائيه او عفويه، ولكنها هناك مجموعه من القوى تحركنا وتوجهها، وهذه القوى مكتسبه تنتقل الينا من الواقع المعيشي والخبره والثقافه. سلوكنا وافكارنا واحكامنا، الجمله دي اتكررت قبل كده على فكره. هي ليست عشوائيه. مين اللي بيوجه سلوكنا وافكارنا واحكامنا مستر محمد غير مبحث الاكسيولوجيا اللي هو بيدرس القيم؟ فعلا هي بتديني الحق، بيوجه افكاري، بتوديني يا مستر محمد الخير، بتوجه افعالي، وبتديني يا مستر محمد الجمال، بيوجه احكامي وذوقي يا مستر على الاشياء. فبالتالي الثلاث كلمات دول سلوكنا وافكارنا واحكامنا. سلوكنا ده خير، افكارنا ده مستر المنطق اللي هو مستر محمد الحق، واحكامنا دي هي الاحكام بتاعتنا، يعني اللي هو بنحكم بيها على الاشياء، وده كان الجمال لو تفتكر معايا ما كنت بقول لك كده في الحصه. بيان القواعد التي ينبغي على الفرد اتباعها لكي تتوافق افعاله مع المبادئ التي ينبغي ان تكون عليها تصرفاته. وانا قلت لك يا باشا التصرفات، احفظ ثلاث كلمات دول. لما اجي احكم على اقوالك بحكم عليها بالحق، لما احكم على افعالك بحكم عليها بالخير. افعالك دي اللي هي التصرفات او السلوك او الممارسات، كل ده بنفس المعنى. طب لما اجي احكم على الجاكيت ده اللي هو الاشياء بحكم عليها بالجمال. لما اجي احكم على الفن والذوق بالجمال. اذا يا مستر كل واحده فيها بستخدمها في حاجه. لما بحكم على اقوال الناس بالحق، بحكم على افعالهم بالخير، بحكم على الاشياء بالجمال. فهو هنا بيقول لك يا مستر محمد فين بيان القواعد التي ينبغي على الفرد اتباعها لكي يتوافق افعاله مع المبادئ التي ينبغي ان تكون عليها تصرفاته يا مستر محمد. فبالتالي هنا بيتكلم على زي ما احنا قلنا الاكسيولوجيا اللي هو فين احنا في سؤال الافعال، قصدي زي ما احنا قلنا اللي هو الاخلاق. ان قلت لك الاقوال هتبقى حق والافعال هتبقى خير اللي هو الاخلاق. في ايه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ اما الاشياء هي الجمال. طيب، قيمة تساعدنا على تحقيق الكمال وبلوغ السعادة. برضو الكمال والسعادة بتيجي يا باشا مش من الايه، مش من الحق ولا من الجمال، هو من الخير دايما. تحقيق السعادة بتيجي من تزكية النفس والروح يا مستر محمد بتاعة البني آدم، بتيجي من الأخلاق بتاعته. البحث فيما ينبغي أن يكون عليه السلوك. أهو من شوية قلت لك السلوك أو التصرفات أو الأفعال هيبقى قيمة الخير أو الايه، الأخلاق. سؤال 27. المساجد المزخرفة والأبراج الشهيرة الموجودة في العواصم العالية لها رونق خاص. مادام زخرفة ويمثل حاجة فيها ذوق أو فيها فن، يبقى أكيد هستخدم قيمة الإيه؟ الجمال. فين الجمال؟ هل التفكير المنطقي جمال؟ لا، ده يا مستر محمد حق. هل السلوك الأخلاقي خير؟ لا يا مستر، دي الأخلاق أو الخير. هل التمييز بين الفضيلة والرذيلة؟ دي برضو على فكرة خير أو أخلاق. فالوحيدة اللي هي جمال اللي هو الشيء الذي يوصف بالجمال هي قيمة الجمال. ليه؟ لأن بيتكلم على الزخرفة، والزخرفة دي يا مستر محمد تعتبر فن، والفن دايما هو قيمة الجمال. قدم الفيلسوف العربي ابن خلدون تحليلا عميقا للحضارات وناقش كيف تطورت المجتمعات والدول خلال مفهوم العصبية يا مستر محمد. فبالتالي تطورت يعني بتدل ان هو يا مستر جايبها من ورا لقدام، وبنام ورا لقدام يبقى ده قيمة المبحث التاريخي. في حياتك اليومية قد تصادف أشخاص يختلفون عنك في الرأي وتتعامل معهم باحترام. الاحترام هو أحد القيم، والقيم موجودة في مبحث مين يا شباب؟ الأكسيولوجيا. آخر سؤال في الصفحة دي، يرتبط التشريع بالأخلاقيات حيث أنها تشريع. استنى يا مستر أنت بتكمل ليه؟ كلمة تشريعات أو دستور أو قواعد منظمة، كلمة التشريع يا مستر لو ذكرت يبقى ده كده أكيد فين القانون. بيان القواعد التي ينبغي على الفرد يا مستر محمد اتباعها ليكون النشاط العقلي الذي يقوم به صحيحا. كلمة نشاط عقلي يعني تفكير، ومادام ذكر النشاط العقلي يبقى قيمة المنطق اللي هي قيمة الحق اللي بيدرسها علم ايه يا شباب؟ المنطق. طيب،
آخر سؤال، ناقش عبد الله العروي تأثير الفكر على تطور المجتمعات العربية ودعا إلى تبني القيم الإنسانية في الحداثة الغربية. إذا يا مستر تاني بيقول لك تطور المجتمعات العربية، نفس الكلام تطور المجتمعات، يبقى أكيد يا مستر ده بيدل على إن هو بيدرس تاريخ المجتمع. طيب بعد كده عندنا يا مستر محمد ده الدرس بتاع أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع، وده هسيبه آخر حاجة. طبعا أنت عارف ليه، لأن أنا شرحته في المراجعة دي آخر حاجة خالص، فهسيبه أقفل بيه الحل بإذن الله، ده عرفنا نجيبه تاني يعني. وتعالى نخش يا مستر على درس مهم جدا هيجي في الامتحان وبشكل أكيد. ليه؟ لأن الدرس ده هو واللي بعديه اللي هو الموقف الفلسفي ومهارات الفيلسوف، الاثنين دول ما جوش في امتحانات الشهر، فبالتالي بيركز عليهم جدا. تاني حاجه مثلا ليه بيجوا في الامتحان؟ لان عناوينهم كتير، واي واحد بيحط امتحان اختياري لقى حته فيها عناوين كتير، اكيد يا مستر محمد هتبقى موضوع سؤال في الامتحان وموضوع سؤال مهم كمان، وبعدين كمان افكارها مهمه جدا، فبالتالي لازم يشتغل بيها في الامتحان. بص اصلا اسئلتها عامله ازاي. فاكر اصلا هنبدا بالخصائص كده. فاكر عندنا كام خاصيه؟ كان عندنا الدهشه واثاره التساؤل، كان عندنا الصبر والتروي، كان عندنا الاتساق والدقه، كان عندنا البصيره واليقظه الدائمه. تعالى يا مستر محمد نشوف الاسئله عليها عامله ازاي. هل والماذا وماذا كيف هي ادوات اساسيه لايه؟ اكيد الدهشه والتساؤل. فالسؤال فعلا على الخصائص بيجي واضح، مع انها يا مستر محمد يبقى الدهشه والتساؤل. تعالى يا مستر نكمل. في مادة الرياضيات يستعين الطالب بالمعطيات المتاحة ويتدرج إلى المطلوب ويحقق البرهان، ومن ثم يصل إلى الحل السليم. شايف ماشي خطوة بخطوة، فبالتالي هو كده مرتب. يبقى عنده اتساق ودقة. طيب يقول الغزالي: من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر يبقى في العمى والضلال. يقول لك اللي ما بيفوقش لنفسه هيفضل طول عمره كده. طب فاكر اللي بيفوق لنفسه ده يا مستر وما بيضحكش عليه وفاهم الحياه كويس جدا وعارف هو ناضج كويس قوي ماشي ازاي وما بيضحكش عليه بالمظاهر، كان عنده ايه؟ يا مستر انا فاكر كان عنده يقظه وبصيره، تقريبا علمنا عليها بالغلط بس هي التعليم الصح يعني. تعالى يا مستر نكمل. يعد سقراط اول من بدأ التفكير في الانسان وما يتعلق به. ما نكملش. لما جيت قلت لك يا مستر انا عندي 4 عصور، تعال نفتكرهم مع بعض كده عشان وانت بتحل تفتكر كلامي. ان العصر اليوناني بيتلخص في سقراط في مبدا اعرف نفسك، فابتدى الانسان يضع تساؤلات عشان يفهم نفسه ويفهم الكون. طيب العصر الوسيط قلت لك بيتلخص في اي حاجه بتتكلم عن الدين. اي دين، شفت بقى لاهوتيه الهيه عبوديه ربوبيه، شفت كلمه يا مستر الانبا، شفت مستر محمد القديس، شفت كلمه الرسول، شفت كلمه النبي، شفت كلمه الامام، شفت كلمه يا مستر محمد الشريعه العقيده، اي حاجه بتدل على الدين اجري اختار العصر الوسيط. طب العصر الحديث بيكون وديكارت لما عملوا حاجه مهمه جدا كان اسمها المنهج العلمي والتجريبي. طب ده ساعدنا في ايه؟ المنهج العلمي والتجريبي ده خلانا نتاكد من المعلومات، لان يا مستر التجارب هي اللي بتخلينا ننتقل من الشك الى الايه؟ الى اليقين. طب العصر الراهن هو على فكره الفلسفه اليوم هناك في نشأة الفلسفه اللي احنا حالين عليها، اللي هو الفلسفه اصبحت تطبيقيه وليست نظريه، لانها بتعالج مشكلات الحياه الواقعيه. نفس العصر بالظبط هو بيتكلم عليه هنا بنفس الطريقه، فما فيش اختلاف. طيب تعالى يا مستر نكمل. احنا في سؤال رقم كام؟ 4. يعد سقراط اول من بدأ التفكير في الانسان. ده لسه اهو ابتدى يفكر ويبتدي يتساءل عن الانسان، يبقى ده كده العصر الايه يا شباب؟ اليوناني. يقول لاوتسي: معرفتك للاخرين ذكاء ومعرفتك لذاتك. معرفتك لذاتك برضو الانسان يفهم ذاته، برضو ده عصر ايه يا شباب؟ يوناني. يا الله يا ولي الصابرين. سؤال رقم 6. يقول المثل الفارسي: من لا يشك بشيء شك. انا قلت لك من شويه الشك اللي ادى الى انتقاله من الشك الى اليقين عن طريق المنهج العلمي والتجريبي كان العصر الايه؟ الحديث يا مستر محمد، على يد بيكون وديكارت مؤسسي المنهج العلمي. يقول عباس محمود العقاد ان الدين، اسكت ما تكملش، الدين ذكر، يبقى ده العصر الايه؟ الوسيط. يمكن السيطره على الممارسات الحمقاء نحو البيئه. مشكلات البيئه ده لسه حالين السؤال ده في النشأة والله. مشكلات البيئه دي مشكلات يا مستر محمد بنعاني منها دلوقتي، فبالتالي يا مستر انهي عصر اللي هيتناول مشكلات زي دي؟ اكيد يا مستر العصر الراهن. يرى جابر بن حيان ان الكيميائي المحترف يمكنه عن طريق المنهج العلمي يلا او التجريبي يلا او شك يلا او يقين يلا، يبقى ده العصر ايه على طول؟ الحديث. ليه يا مستر اخترتها عصر حديث؟ يا باشا بدل مذكر المنهج العلمي يبقى خلاص. يقول برتراند راسل ان الفلسفه توسع عقولنا وتحررها من عقال العرف والتقاليد. ايه ده؟ بيسالني هنا على الحته بتاعت معوقات او تحديات الفيلسوف، كانوا 4.
النظرة الأحادية، أنا آسف، أو نبدأ بالترتيب: الخضوع للمألوف والمعتاد، الخضوع للسلطات، النظرة الأحادية للأمور، الافتقار للشجاعة الفكرية. تعال نفتكرهم بسرعة جدا. يعني إيه يا مستر الخضوع للمألوف والمعتاد؟ اللي بيمشي ورا العادات والتقاليد وبيقلد الموضة والترندات تقليد أعمى من غير ما يكون عنده رأي ولا حرية رأي. طب الخضوع للسلطات إن في شخص ذات نفوذ هو اللي بيسيطر عليه ويمشيه على الرأي، وده ما عندوش فلسفة. النظرة الأحادية للأمور واحد عنده جمود فكري، تعصب لرأيه يا مستر محمد، تصلب الرأي، لا يتقبل النقاش، لا يتقبل الحوار. طب الافتقار للشجاعة الفكرية شخص بيخاف يواجه، شخص جبان ضعيف مستسلم يا مستر للأمور، فبالتالي ده بنقول عليه افتقار للشجاعة الفكرية. تعال نشوف السؤال على ايه. إن الفلسفة توسع عقولنا وتحررها من عقال العرف والتقاليد. عرف والتقاليد، الشخص بيمشي ورا العرف والتقاليد عنده ايه؟ شاطر يالا، خضوع للمألوف والمعتاد. سؤال رقم 11: تجنب أحد الموظفين ذكر سلبيات المشروع. ليه يا معلم بقى؟ قال لك لأن يا مستر محمد، لأن رئيسه في العمل هو صاحب فكرة المشروع. خد بالك على فكرة، هنا ينفع اتنين: ينفع الخضوع للسلطات والافتقار للشجاعة الفكرية، ولكن أدق افتقار للشجاعة الفكرية. فأنا عندي افتقار للشجاعة الفكرية. إيه ده يا مستر محمد؟ طب ما ممكن نختار خضوع للسلطات؟ لو موجودة بقى. بس هي مش موجودة. هي لما مكتوب أهو الاستقلال عن السلطات، لا، هنا دي مش سلبية أصلا. واحد مستقل عن السلطة، دي أصلا جايبها لك عشان يلخبطك. دي ما تعتبرش خضوع للسلطات، دي عكس الخضوع للسلطات. فبالتالي لو ما فيش افتقار للشجاعة الفكرية وفي خضوع للسلطات ممكن تختارها في السؤال ده، لكن هو مش جايبهم لك مع بعض عشان هو عارف ان في شك في الاثنين. فبالتالي هنا الافتقار للشجاعه الفكريه هي الادق طبعا، لان ما فيش غيرها اصلا ادق ايه. لكن يا مستر محمد قلت لك الخضوع للسلطات تنفع، ده لو في حاله ان هو ما جابش دي وجابها. طيب نفس سؤال رقم 12: يقول ارسطو: ما نحن عليه هو ما اعتدنا على تكرار. اعتدنا عادات تقاليد يا مستر محمد، يبقى ده يا مستر الخضوع للمألوف. يقول رينيه ديكارت: من أكبر أخطائنا أننا نفترض أن الأشخاص الآخرين يفكرون بنفس طريقتنا. أنا متخيل أن كل الناس بتفكر بنفس طريقتي، يعني أنا كده عندي فكرة واحدة وشايف الناس كلها زيي. خد بالك اللي هيجي يتكلم معايا بفكرة مختلفة هرفضها، يبقى أنا كده عندي جمود فكري، عندي تصلب للرأي، يبقى كده عندي نظرة أحادية للأمور. سؤال رقم 14: عندما ينظر رائد الفضاء من خلال مركبته الفضائية ويرى الأرض معلقة فيسير المشهد فطرته يتعجب، ما تكملش، يتعجب، ينبهر، لم يصدق الأمور. ده يا مستر الدهشة وإثارة التساؤل. ما لقيتش دهشة وإثارة التساؤل، ركز بس كده، هي الذهول لمحاولة الفهم والتحليل، هي دي الدهشة. تعالى كده نترجم الباقي. معرفة جوهر الأشياء دي البصيرة، اللي عايز يفهم جوهر الأشياء دي البصير. طب التأني في الحكم ده الصبر والتروي. طب الاعتماد على تسلسل الأفكار اللي بيمشي بصورة متسلسلة هو الاتساق والدقة. فبالتالي لما أنا ترجمتهم لقيت إن دي الوحيدة اللي شبه السؤال اللي هو الدهشة وإثارة التساؤل. الفكرة الإيجابية هي نتيجة البذرة الإيجابية وتحتاج لمدة طويلة. خلاص. البصيرة لا. الالتصاق لا. الدهشة طيب لا. فترة طويلة يا مستر. يعني الصبر والتروي، فين الصبر والتروي؟ أهي يا مستر. تمام يا حبيب قلبي، شاطر. على الفرد يا شباب أن ينظم، يرتب، يتتابع. الحاجات دي كلها بتدل ان هو عنده ايه؟ اتساق ودقه. تمام، فين الاتساق والدقه يا شباب؟ اهي. قال لك يا مستر انبهر، بص اول السؤال اصلا خلاص انا فهمت السؤال. انبهر العالم الجيولوجيا بشلالات الدم في انتاركتيكا وحاول اكتشاف سبب اللون الاحمر بالماء. يبقى ده يا مستر بنام انبهر، تعجب، لم يصدق، يبقى دي الدهشه والتساؤل. وهي 18. تعالى يا مستر نشوف سؤال 18 بيقول ايه. يقول ابراهيم الفقي: ما كان يبدو مؤلما وجدته مريحا. اللي انا كنت شايفه زمان مؤلم ليا مع الوقت لقيته ولا هو ده الصح وهو ده المريح. بس انا ساعتها ما كنتش فاهم الدنيا. اذا الانسان لما بيفهم الدنيا بيبقى عنده ايه؟ بصيره. تعالى بس نكمل. وما كان يبدو محزنا وجدته مفرحا. يعني انا كنت زعلان عليه زمان، دلوقتي لما بفتكره قلت ايه ده، الحمد لله يا رب والله. ولهذا تعلمت الا النظر. لا ينظر الإنسان إلى سطح الأشياء أو مظاهر الأشياء، بل يحاول أن يبحث عن جوهر الأشياء، أي لباب الأشياء، أي نوايا البشر، وليس الظاهر بتاعهم. الظاهر بتاعتهم ممكن يا باشا توقعك في الغلط، زي ما أنت بتقع في حياتك كده إنك بتضحك عليك بمظاهر الناس، ولكن لما بتتعامل معاهم تلاقيهم أسوأ بكتير من مظاهرهم، فكده أنت ما عندكش بصيرة. فالبصيرة هي يا مستر محمد
ان الشخص ما يضحكش عليه بالمظاهر، فهو بيقول لك كده ان يا مستر اللي انا كنت فاكره زمان حاجه حزينه طلعت حاجه مفرحه، واللي كنت شايفه مؤلم لقيته مريح، فبالتالي ليه؟ لان كان بيضحك عليه بالمظاهر، دلوقتي ما بقاش يضحك عليه بالمظاهر. طيب بعد كده، عندما يقوم شخص متسول بمظاهر خداعه بأن يوهم الناس أنه مريض ويعاني من مشكلات، ولكنه في الواقع لا يعاني من أي مرض. طيب هنا يجب أن يتحلى الناس بقى اللي بيضحك عليهم بإيه؟ إن هم ما يضحكوش عليهم بالمظاهر، وما دام مش عايز يضحك عليه بالمظاهر يبقى عنده إيه؟ اليقظة الدائمة. إيه ده مستر؟ مش هي البصيرة؟ يا لما البصيرة هي اليقظة الدائمة. فبالتالي لو دي جت قشطة، لو دي جت برضه مفيش مشكلة عنده. بص السؤال بيقول لك إيه؟ من غير ما أكمل أصلا السؤال، كن منظما أو كن منظما ومتسقا، يبقى أكيد هيبقى عندي إيه يعني يا مستر محمد؟ السؤال مجاوب نفسه. اتساق. عندما تشاهد مباراة للفريق المفضل لديك وتوجد يلعب ب10 لاعبين فقط، وأنت تعرف أنه يجب أن يتكون الفريق من 11 لاعبا، فإنك تستنتج أنه تم طرد أحد اللاعبين. أنت كده عملت إيه؟ أنت واحد يا باشا خدت خطوات بصورة منطقية لحد ما وصلت إلى نتيجة، زي السؤال اللي جالنا من شوية إن في الرياضيات الواحد بياخد خطوة بخطوة لحد ما يوصل إلى البرهان الصحيح ويحل السؤال. فهو نفس الكلام، أنت عملت كده بس في الواقع عملت استدليت أو استنتجت، والاستنتاج أو الاستدلال ده بيدل إن عندك إيه في عقلك؟ دقة منطقية. الاعتقادات الراسخة هي أعداء الحقيقة، وهي أكثر خطرا من الأكاذيب. يعني إيه يا مستر محمد الاعتقادات الراسخة؟ يعني الحاجات اللي أنا اتربيت عليها. فالحاجات اللي أنت اتربيت عليها يا مستر محمد تعتبر إيه؟ هل خضوع للمألوف والمعتاد؟ هل يا مستر محمد نظر أحادية للأمور؟ هل الخضوع للسلطات؟ هل افتقار للشجاعة الفكرية؟ محمد سعيد قال لي قبل كده إن الشخص يا مستر محمد اللي اتربى على حاجة زي العادات والتقاليد يبقى كده عنده خضوع للمألوف والمعتاد. صح يلا أنت كده فايق معايا. طيب شبابنا بيقول لك الفلسفة لا تعلمنا شيئا جديدا بواسطة نفسها، والمصدر الوحيد لمعرفتنا هو الاختبار. فاكر يا باشا لما اتعرفنا او تعلمنا نعمل اختبار للمعلومات عشان نعرف هي صح ولا غلط؟ هي شك ولا يقين؟ الكلام ده كان عن طريق المنهج التجريبي اللي ظهر في العصر يا شباب. تمام عليك نور، العصر الحديث. طيب 24 السيادة الشخصية هي قدرة الإنسان على أخذ قرارات بنفسه وعدم التأثر ذهنه بمن حوله. ايه ده كده ما عندوش ايه؟ خضوع للسلطات. شاطر يلا، بس حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فبالتالي يا مستر محمد هنا السيادة الشخصية هي قدرة الإنسان على أخذ قراراته بنفسه وعدم التأثر ذهنه بمن حوله، اللي تخالف العبارة إيه؟ أكيد يا مستر تخالف الخضوع للسلطات. رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة، بينما أنت عايز توصل ل1000 ميل ابدأ بخطوة، يبقى كده أنت محتاج إيه؟ تروي وصبر. أقر أفلاطون أن رؤية الإنسان لشيء غامض يثير تفكيره مما يدفعه إلى البحث عن هذا الشيء وتفسيره. شاف حاجة غامضة يبقى كده اندهش، ابتدى يبحث عنها، يبقى كده الدهشة والتساؤل اللي هي تحريك الذهن نحو التساؤل. طيب تعالى يا مستر نكمل. سؤال 27 يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت: أنا أرتب أفكاري فأبدأ بأبسط الأمور وأيسرها وأتدرج في الصعود شيئا فشيئا حتى أصل إلى معرفة أكثر تعقيدا. نفس اللي احنا حكيناه من شوية، إن الشخص ماشي خطوة بخطوة عشان يوصل لمثل في الآخر إلى النتيجة أو لمثل الريزلت اللي أنت بتوصل لها في الآخر. فده بيدل إنك أنت ماشي خطوات متتابعة عشان توصل لنفس النتيجة المنطقية بدل الاتساق والدقة. 28 تلقى مهندس عرض لوظيفة بإحدى الشركات خارج البلاد، وسرعان ما سافر ليحقق حلمه، وبعد أن استلم العمل في اليوم الأول شعر بعدم الارتياح فبدأ أن يفكر ماذا سيفعل. إيه يا عم في أنت لسه أول يوم يا عم، ما توحد الله كده. يبقى الموقف هنا محتاج إيه يا شباب؟ محتاج التروي والتأني. عندك حق معلم، محتاج فعلا التروي والتأني. سؤال 29 الأفراد يلتفتون إلى الأشياء الغريبة التي يصادفونها. واحد شاف حاجة غريبة يبقى كده بيعمل إيه يا شباب؟ دهشة. استعرض الإمام الغزالي، ما تكملش يا مصر، أنت قلت لي إمام، نبي، رسول، أنبا، قديس، أي حاجة بتدل على عصر أو حاجة لها علاقة بالدين هاجر اختار يا مستر محمد العصر الوسيط. أنت بتقول يا مستر محمد وإحنا أصلا احنا في السؤال اللي بعديه يقول الإمام محمد عبده، خلاص إحنا كده حليناه برضه، هيبقى الوسيط يا مستر عشان بيتكلم على الدين. تعال بقى نشوف اللي فوقيه. استعرض الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال أربع فرق فلسفية من معاصريه، وانتهى إلى رفض 3 منها لمخالفة قواعد التفكير السليم. يبقى الشخص ده ابتدى مستر يسمع آرائهم الفلسفية في الآخر عشان يوصل إلى مستر محمد إن الشخص ده يبعد عن الحاجة
الغير سليمه ويبتدي يؤمن بالحاجه السليمه. ايه ده؟ يبقى سمع الاول وخد خطوات يا مستر محمد متتابعه، يبقى اكيد دي الدقه الايه المنطقيه. وعلى فكره بالاستبعاد، هل في دهشه وتساؤل؟ هل في مستر يقظه وبصيره مستر محمد؟ طب هل في صبر وتروي؟ اذا بالاستبعاد مش تختار غير الدقه المنطقيه. تعالى مستر نكمل سؤال 32. تجعل الفرد لا يرى الواقع على حقيقته لأنه يرى ما يميل إليه هو، ولا يرى ما لا يراه غيره. يعني هو الوحيد اللي صح. خلاص ما تكملش. دي يا مستر محمد النظرة الأحادية للأمور، اللي هو الشخص اللي متعصب برأيه وفكره. تمام. يقول غاندي: ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. إيه ده؟ يعني مش كل سقوط حاجة وحشة، ده ممكن يكون في سقوط حاجة حلوة. معناه كده ايه يا مستر محمد؟ معناه هل التأني في دراسة الموضوع؟ هل محاولة الفهم والتحليل؟ هل اتساق النتائج مع المقدمات؟ ولا يا مستر محمد عدم قبول الأشياء على الأشياء في ظاهرها؟ عندك حق، هي دي البصيرة، إن مش كل سقوط تشوفه يبقى سقوط وحش، ممكن يبقى سقوط حلو. فخليك باصص على جوهر الأشياء وليس ظواهرها. فالظاهر هو السقوط، الظاهر اللي شايفه اللي أنا قدامي هو السقوط. هو طبعا الاستعاره مكنيه عن تساقط الاشياء، يعني سقوطك انت او فشلك انت او تعثراتك انت. طيب تعالى يا شباب نشوف سؤال 33. يقول غاندي: ليس كل سقوط نهايه، فسقوط المطر اجمل بدايه. يعني ساعات الناس بتبقى شايفه السقوط ده حاجه وحشه، ولكن ممكن يكون حاجه كويسه جدا هتخليك تبدا الحياه من جديد. هو هنا مش قصده على المطر، يعني هو هنا قصده على حياتك. هو قصده انك لما تقع مش معناه انك انت فشلت، ممكن السقوط ده انت مش شايف ان هو بدايه نجاح ربنا حطك فيه، مش شايف، يعني ما عندكش بصر، لا انت لسه هتشوف اللي هيحصل، يبقى دي البصيره. اذا هنا مقصود بيها ان ساعات السقوط بيبقى ليه نهايه كويسه زي المطر يا مستر محمد، فمعناه ان الشخص ده كده لا يخضع او لا ما بيقعش يا مستر محمد في حكم المظاهر، وانما بيبص للجوهر بتاع الشيء او النتيجه بتاعت الشيء النهائي. فبالتالي هنا معناها يا مستر محمد اليقظه والبصيره. بس انا ما لقيتش يقظه وبصيره يا شباب. طب ما انا عندي يا مستر عدم قبول الاشياء على علتها، يعني يا مستر او في ظاهرها، معناها يا مستر محمد البصير. تعالى يا مستر نشوف 34. تتابع في عرض ما يدور في عقلك يميزك بين العشوائيين. الشخص العشوائي عكس الشخص المرتب، والمرتب هو معناه الاتساق وعدم التناقض. وخد بالك يا مستر محمد لانها مهمه جدا الاتساق. طيب عندما تدفع عن افكارك او تدافع عن افكارك امام العامه، يجب عليك ان تكون قويا. القوه هي الشجاعه. فبالتالي بيقول لك يا مستر محمد العباره السابقه تدعونا للتخلي عن ايه؟ هذا اكيد بدل بتدعوك انك تبقى قوي، فبالتالي يا مستر محمد بتدعوك للتخلي عن الافتقار للشجاعه الفكريه. طيب يقول احد الفلاسفه: الناس كالنوافذ ذات الزجاج الملون، فهي تتلألأ وتشع في النهار. وبعدين وعندما يحل الظلام فإن جمالها الحقيقي يظهر فقط إذا كان هناك ضوء في الداخل. مقصود بالجملة دي يا باشا إن حبيب قلبي الناس ساعات بيبقى شكلها جميل وملونة ومبهرة من بره، ولكن انت ما تعرفش نواياهم ايه او من داخلهم ايه. ده معناه ان الشخص اللي بيعرف يعمل كده او بيدرك ده بيبقى عنده البصيره. طب فين البصيره؟ مثلا مش لاقيه البصيره حبيب قلبي اللي هي عدم قبول الاشياء في ظاهرها، يعني عدم الخداع بالمظاهر. طيب تعالى يا مستر نكمل. 37. ليست الفكرة في أنني فائق الذكاء، بل كل ما في الأمر أنني أقضي وقتا كافيا. يبقى التروي والصبر. هي مستر لقيناه. عندما يقع حادث سرقة يقوم رجل الشرطة بجمع المعلومات، أو بعدين قال لك بجمع المعلومات المترددين على العمارة ورفع البصمات وحالة ثم وصل في الآخر النتائج. ما دام في خطوات وصلتني للناتج، هي استنتاج يا مستر محمد عن طريق الخطوات، يبقى دي الاتساق والدقة. موجود الدقة يا مستر. موقف المسؤول الحكومي تجاه الازمات الاقتصاديه ليس كموقف المواطن. والله يا مستر لو بصيت على البورد كده هتلاقيني في المفهوم كاتب لك الامثله دي، ان لما قلت لك في موقف او موقف واحد في اتنين فكروا في الموقف ده بشكلين مختلفين، زي موقف الام يختلف عن موقف الطبيب تجاه مرض ابنها، موقف المدرس يختلف عن موقف الطالب تجاه الحصه، موقف القاضي يختلف عن موقف المحامي تجاه القضيه. ده كان كله بيدل على مفهوم الموقف الفلسفي. تعالى يا مستر نكمل اسئلتنا.
40 يقول أرسطو إنما يمكننا التوصل لبرهان عن طريق الانتقال من المعلوم إلى المجهول. نفس الكلام ده الاستدلال، وأنا لسه من شوية قلت لك الشخص اللي بيعمل استدلال هيستنتاج، ينتقل من مقدمات إلى نتائج، ينتقل من معلوم إلى مجهول، هو ده كده بيعمل دقة منطقية أو اتساق يا مستر محمد. اعتبر ابن رشد أن كل من القياس العقلي والفقهي الفقه يا مستر محمد واجب في الشرع، والشرع هو الدين، والدين يا مستر محمد يبقى عصر إيه؟ وسيط. اتسم هذا العصر بالفحص والتمحيص والسعي من أجل إثبات الفرضيات العلمية، وذلك من خلال انتقال الالتفات إلى المعطى. فاكر يا باشا أن بنتقل من فرض إلى قانون، أي من شك إلى قانون، أو من شك إلى يقين، كان في العصر الحديث. وكلمة إثبات الفرضيات يعني التجارب، على فكرة أنا بثبت الفرضيات عن طريق إيه يا شباب؟ التجارب، والتجارب ظهرت في العصر الحديث. يقول المثل الدنماركي لا تقع الشجرة من أول ضربة، يعني محتاج ضربات كتير، يبقى ده أكيد يا مستر التروي والصبر. 44 بيقول لك يا مستر محمد عصر اعتمدت فلاسفته على تلخيص الذهن أو تخليص الذهن من الأفكار السائدة من الآراء المسبقة. نفس الفكرة، يعني كان في آراء مسبقة كلها عبارة عن هبد، اللي ذكر في اليونان واللي ذكر يا مستر محمد في العصور القديمة، ذكر بقى أو ظهر يا مستر العصر الحديث لما ظهر بيكون وديكارت عمل المنهج العلمي، ابتدينا ناخد كل الشك كده نتأكد منه، لو تحول إلى يقين خلاص يبقى نثبته علميا وخلاص بقى حاجة علمية. لكن لو مستر محمد عملنا عليه تجارب والكلام ده طلع مش صادق كنا بننفيه وبنستبعده. الكلام ده ظهر فين؟ في المنهج أو في العصر الحديث. فين العصر الحديث؟ مش لاقي عصر حديث. العصر الحديث هو استخدام المنهج العلمي. لو انت شاطر كده يا مستر محمد تعال نترجم الباقي. اكتشاف الانسان لنفسه يوناني، التوفيق بين الفلسفه والدين، دين يبقى اي دين وسيط، الاهتمام بالقضايا الحياتيه للعصر الراهن. 45 يقول ارسطو الانسان لديه دافع للبحث عن الالغاز، ما دام في الغاز ظهرت يبقى اكيد انت هتندهش وتبتدي تتساءل. اعطي لنفسك فتره كافيه، خلاص يا مستر ما تكملش، يبقى اكيد دي صبر وتروي، لان فتره كافيه بتدل انك تصبر اي تتأنى في قراراتك. طيب اثارت امرأة أوغندية عمرها 70 عاما ذهول، ما تكملش الذهول يا مستر محمد، يعني الانبهار، والانبهار يعني التعجب، والثلاثة كلهم بنفس المعنى اللي هي الدهشة. عندما ينظر القاضي إلى قضية أحد المتهمين بالسرقة يجب أن يتمتع بالحيادية، بينما المحامي بيدافع. إيه ده؟ يعني وجهة نظر القاضي تختلف عن وجهة نظر المحامي. لسه شرحها لك من دقيقتين بالظبط، وده كان موجود في المفهوم، لأن لكل موقف حساسية وخصوصية معينة لو تفتكر. كان كانت من اشهر فلاسفه الالمان يعيش حياه منظمه يعني اتساق، مرتبه يعني اتساق، والاتساق هو الايه؟ الدقه. اخر سؤال، طلب منك معلمك بحث عن الشباب فقرات العديد من الكتب، ايوه بعد كده عملت ايه؟ واطلعت على الكثير من المعلومات، ايوه يا عم، وبعدين وتوصلت الى ان المرحله الشباب هي من اهم واقوى المراحل في حياه الانسان. اذا انت جمعت معلومات ووصلت الى ناتج، يبقى ده يا مستر كانت الدقه. ما لقيتش الدقه يا ابني، ما هي الاتساق، قلناها كذا مره. كده خلصنا درس المهارات الفلسفية. أنا آسف، خلصنا من درس الموقف الفلسفي. تعال نخش على درس المهارات بتاعة الفيلسوف. كان عندي يا مستر كم مهارة لو تفتكر؟ 4. الشك، والشك كان نوعين، منهجي ومذهبي. النقد، والنقد كان نوعين، محكم وضعيف. والحوار، وكان نوعين، حوار سلبي وحوار إيجابي. وآخر حاجة كانت التحليل والتركيب. تعال يلا نبدأ نحل. قد يقف الفرد في حيرة تردد، الاثنين بنفس المعنى، معناهم ايه؟ الشك. تعال نشوف صفحة كام. لا تعطي احدا فرصة للتحدث والتكلم. ايه ده؟ ما تخليش حد يتكلم. ايه ده؟ انت عبيط ولا بمزاجك؟ يعني ما تخليش حد يتكلم، يبقى انت كده حوارك اكيد ايه؟ سلبي، لانك بتدعو دايما الى انقطاع، يعني بتقطع الناس وهي بتتكلم، وده كده حوار سلبي. منهج يفرض صاحبه على نفسه بإرادته ورغبة منه في امتحان ومعلوماته. واحد عايز يشوف معلوماته صح ولا غلط، بيطهر معلوماته، هل ده صح ولا ده غلط؟ طب بقول لك ايه، هي دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ اكيد حاجه كويسه. تعالى بص كده الاختيارات. هل ده كده نقد ضعيف؟ لا. هل ده شك مذهبي؟ لا. الشك المذهبي ده منتقل من شك الى شك، ما بيوصلنيش لحاجه. هل هو حوار ايجابي؟ هل في حوار اصلا؟ ما فيش حوار اصلا يا مستر، فبالتالي مش هستبعدها. فبالتالي الوحيده اللي تنفع هو الشك المنهجي، وفعلا الشك المنهجي هو اللي بينقذ العقل من المغالطات والضلالات، وبيخليك توصل الى الحقيقه في الاخر. لان قلت لك ان الشك المنهجي بينتقل من الشك الى اليقين، فيصل فيه الانسان الى الحقيقه في النهايه. اما الشك المذهبي شك بينتقل من شك الى شك، فهو دائم الشك. فالفصل او الشخص هنا ينعدم عنه الوصول للحقيقه، فبيفضل طول عمره يبحث وفي الاخر ما بيوصلش لحاجه. تعال نكمل.
بص السؤال ده واضح جدا من غير ما اقراه. H2O هي مركبات الميه، يعني هو كده عمل ايه يا شباب؟ هو باين لك ان مركب الميه ده بيتكون من H2O، يبقى ده كده مهاره التحليل والتركيب. تعال نتاكد. قال لك وقد توصل العلماء الى كمان من خلال معرفه بعض جزيئات الماء، يبقى هو كده ابتدى مستر محمد يجزأها، هو ما دام جزأها يبقى عمل تحليل وتركيب. فكر الاب كثيرا بين الاقبال على ممارسه ابنائه الرياضه ام بيفكر ده ولا ده، متردد، يبقى ده الشك يا مستر محمد اللي هو عندك اهي الشك. 6. اشترك احد الطهاة في لجنه تحكيم لتقييم مسابقه اجريت على المأكولات البحريه، ولوحظ ان اعطى اقل درجات للمشاركين الذين قاموا بطبخ انواع الاسماك. يا ترى ليه بقى؟ قال لك لانه لا يحبها. ايه ده نقد بس ده نقد ايه؟ محكم؟ لا، ده نقد ضعيف، لانه نقدهم بمجرد ان هو بيشغل عقله ولا مشاعره. هنا اللي بيخليه يحكم هو المشاعر، انه ما بيحبش السمك فالاكل اللي انت عامله ده وحش. ايه ده يا عم؟ ده مفيش حاجه اسمها كده، انت كده نقدك ده نقد ايه؟ ضعيف. تردد السوفسطائيين. بص السوفسطائيين دول اكيد هتختار حاجه سلبيه. السوفسطائيين دول قوم ولاد لذينه وحشين جدا، تفكيرهم كان متخلف جدا، فلو شفتهم في السؤال اكيد في حاجه سلبيه هختار. بس تعال نشوف، بس نكمل السؤال. قال لك في حقيقة الوجود، وأكد بطريقة الجدلية على أن لا شيء في هذا العالم موجودا، وحتى إذا كان موجودا فلا يمكن التعرف عليه. لا يمكن التعرف عليه، يعني كل حاجة في حوالينا مش عارفين يا مستر نوصل لحقيقتها، وحتى مستر محمد لو في حقيقة فاحنا عمرنا ما هنعرفها، وحتى إن تم التعرف عليها فلا يستطيع الإنسان إبلاغها للآخرين. يخرب بيت التشاؤم، يعني شايف كده إن هو ما يعرفش حاجة خالص، ومهما يبحث مش هيعرف حاجة. فده الشك المذهبي اللي هو شك لمجرد الشك، شك دائم، شك هدام، شك مضر بالإنسان، شك يا مستر ينتقل فيه الإنسان من شك إلى شك فيتنعدم فيه الحقيقة، فعشان كده اخترناه. بص الوعاء الخالي يصدر صوت اعلى. عارف اللي هو الصوت اللي هو اللي بيجعجع ده اخره فاضي، فاللي بيجعجع ده اكيد حواره ايه؟ سلبي. هو ده مقصود كده، الوعاء الفاضي او الوعاء الخالي بيطلع صوت اعلى فعلا. لو ازازه ميه فاضيه ورميتها في الارض تطلع صوت اعلى بكتير لو هي مليانه. فده استعاره مكنيه، يعني ان اللي جواه حاجه تلاقي صوته هادي ورزين، يعني بيفكر وبيفهم، لكن اللي جواه فاضي ده تلاقي صوته عالي جدا. فبالتالي هنا مقصود بيها الحوار السلبي، في استعاره مكنيه يعني عن الحوار السلبي. تعال نكمل. سؤال 9. سؤال 9 في صفحة 54 عشان البصمجية اللي بيتفرجوا عليها. دمج المكونات الأساسية. دمج، ركب، جمع، ألف، كل الحاجات دي بتدل على مهارة إيه يا شباب؟ إحنا فين يا رجالة؟ زي ما جبت صفحة تانية ولا إيه؟ جبت صفحة تانية. معلش أنا البصمجي. يلا يا شباب. يقول باولو مش عارف إيه، إنه ليس هناك شيء ضروري للنجاح في أي مرحلة من مراحل حياتك أكثر من القدرة على التواصل. التواصل الجيد يبقى أكيد حوار إيجابي. فين الحوار الإيجابي؟ اللي هو الحوار الفعال لبلوغ الحقيقة. يعرفها صالح أبو جاد، قال لك بأنها التأمل والاستدلال الذي يعتمد على التأكد من الأدلة والبراهين. بتأكد من المعلومات أنت قلتها لي التي يتم الاستناد إليها عند إصدار حكم ما. ما دام أنت قلت لي معلومة وأنا بتأكد منها الأول، يبقى أنا عملت مهارة إيه؟ 10 رجالة النقد. إذا يقول أحد المفكرين من الصعب أن تحجب آراء الآخرين وتعتبرها آراء مضحكة. يعني بعد إذنك لما تيجي حد يتكلم ما تعملش يعني ما تشوشرش عليه وتحاول تضحك الناس عليه. يبقى أنت أكيد حوارك إيه اللي بيعمل كده يا شباب؟ أكيد حوار سلبي يا مستر، لأن الجملة دي بتدعونا إلى تجنب الحوار السلبي. طيب سؤال رقم 12. ذهب رجل الإطفاء ليؤدي مهمته. ذهب رجل الإطفاء لإطفاء منزل يحترق وبداخله أب وابن، فوقف يفكر من يخرجها أولا، ثم بعد كده ابتدى يقول إن هو هيخرج الطفل ثم يخرج الأب وراءهم، ونفذ ده مسرعا. هو الأول تردد، ولكن التردد ده كان منهجي ولا مذهبي؟ مصر ده كان مؤقت، ده بسرعة جدا. فبالتالي الشك، أو أنا آسف، الشك المذهبي، التردد المنهجي يا مصر اللي بيخلص بسرعة ده أكيد يا مصر تردد الفرد لاتخاذ القرارات الأصوب. فبالتالي يا مستر محمد هي دي الأدق، إنه تردد واختار بسرعة، فده الشك المنهجي. يقول أحد المفكرين لا وجود للحقيقة. لا وجود للحقيقة، يعني أنت شايف إن عمرك ما توصل للحقيقة، يبقى ده شك مذهبي. فين الشك المذهبي هنا؟ هو يتخذه الفيلسوف صاحبه مذهبا له طوال حياته. سؤال 14. يقول الغزالي وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقة،
على اليقين. خد بالك يعني في الاخر وصل اليقين. الغزالي على فكره دماغه من الشك المذهبي، الشك قصدي في الاول زعله جدا وخلى دماغه تشت خالص، ومع ذلك ابتدى يستخدم الشك المنهجي. ففي الاخر قال لك الجمله دي، قال لك حتى قذف الله نورا الهيا في قلبي مرة أخرى أدركني اليقين. هو هنا جايبها لك بصيغة ثانية، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال. بدم عادت يبقى الشك هنا كان شك يا شباب منهجي. عاش رجالة، بدم هو عرف يا مستر محمد يرجع تاني إلى اليقين أهو، يبقى ده شك منهجي. 15 يرصد تاريخ الفلسفة سعي الفيلسوف بيكون إلى تخليص العقل من أخطائه بحيث تمكنه من منهج ييسر له ذلك. إذا تخلص من أخطائه يبقى أكيد برضو اللي استخدمها دي الشك المنهجي، بدل توصل في الآخر إلى الصواب. لقد اصطنع سقراط طريقته الجدلية القائمة على التهكم والتوليد، حيث أخذ يناقش حكماء عصره، على فكرة ده اللي خلاه يتعدم، في معلوماتهم ويختبر صحتها ويكشف عن حقيقتها بإثارة الشك في أصولها. يعني كانوا بيدعوا المثالية وهو راح قال لهم إن أنتوا فعلا مش عارفين حاجة لأنك أنتوا مش فاهمين حاجة فعلا، وقعد يناقشهم لحد ما مستر عرفهم انهم في الاخر مش فاهمين حاجة. اذا يا مستر محمد استخدم انهي شك هنا؟ اكيد الشك المنهجي، لانه يا مستر محمد هو اللي ابتدى يجادلهم عشان يبين لهم ان هم مش فاهمين حاجة، فده شك منهجي اكيد. مهارة تدل الى الهبوط من الكلي العام الى المكونات. ده ترتيب ولا تحليل؟ انا هبط من فوق لتحت، يبقى انا كده حللت. يبقى رقم 17 هي التحليل يا مستر محمد. ينبغي أن تقسم المشكلة المعقدة إلى أبسط، برضو نفس الكلام، يبقى ده تحليل، لأن بقسمها من فوق لتحت. طيب قال لك يا مستر محمد لقد قام ديفيد هيوم برد المعرفة الإنسانية إلى مجموعة من الانطباعات الحسية وجزأ برضو نفس، بص 3 أسئلة بنفس المعنى ورا بعض. هنا قال لك يا مستر محمد من الهبوط من الكلي الى المكونات، هنا قال لك يا مستر محمد من المعقد الى البسيط، هنا قال لك ان هو جزأها، وكل ده بمعنى التحليل. الجهد العقلي الذي يقوم به الفرد لعدم تقبل الاراء ووجهات النظر والتصورات تقبلا اعمى يتفق مع سبق الى ايه؟ بيشغل دماغه عشان ما ياخدش الحاجه ويقبلها تقبل اعمى. يبقى اكيد يا مستر اللي بيفكر في الحاجه قبل ما يتقبلها عنده نقد. يقول ديكارت يجب علينا تحرير النفس من جميع الآراء التي تلقيناها في اعتقادي من قبل، ولا بد لي من بناء أسس جديدة إذا كنت أريد أن أقيم في العلوم شيئا وطيئا مستقرا. يبقى الشخص عايز يرفض الأفكار القديمة اللي ممكن تكون غلط. على فكرة السؤال ده ينفع إجابتين. ينفع يبقى نقد محكم لأنه بيحاول يتأكد من المعلومات الغلط اللي عنده عشان يحولها إلى معلومات صحيحة ويبتدي يبقى يؤمن بحاجة صح مش غلط. وممكن تبقى شك لأنه بيحاول ينتقل برضه من الغلط إلى الصح، أي من الشك إلى اليقين. فهي هتلاقي عندك في السؤال يا شك منهجي يا هتلاقي نقد محكم. عندك مين يا شباب؟ أهو مفيش نقد محكم بس في شك منهجي. بس خد بالك السؤال ده ينفع نقد محكم برضه. تحرك باطني إلى طلب الحقيقة والتمييز بين الحق والباطل. شخص بيعرف يميز بين الحق والباطل يبقى ده أكيد شكه منهجي، لأنه هو بيقول لك ده من أنهي أنواع الشك. وخد بالك المذهبي هو المطلق هو الدائم. 23 رفض كانت الفكر الفلسفي السابق عليه ووجهه فلسفته للبحث في الأخلاق. إذا خد بالك رفض الفكر الفلسفي السابق، ده السؤال ده جه هو والله العظيم، ووجهه فلسفته للبحث في الأخلاق. مش شباب مش نفس السؤال هنا قلت لك إن الشخص اللي بيرفض حاجة درسها من قبل يا تبقى شك منهجي يا تبقى نقد محكم. بص السؤال جه تاني اهو، رفض كانت الفكر الفلسفي السابق عليه ووجه فلسفته البحث في الاخلاق. ايه ده؟ طب ما يا مستر محمد دي هتبقى شك منهجي. ما لقيتش شك منهجي، ما انا قلت لك فوق بقى يا هتلاقي شك منهجي يا نقد محكم، فجات لك نقد محكم. نفس فكره السؤال بالظبط، فعمل اللي احنا قلنا عليه من شويه. التأليف يعني التجميع يا شباب. يعني ايه التجميع؟ يعني ان انا اجيب الحاجات من مفككه كده ابتدي اعمل لها تأليف تاني، ألف ما بينهم، يعني اجمعهم. واجمعهم دي معناها ايه عندي في المنهج؟ التركيب. نهج معرفي او مع عمليه معرفيه تبدا من المعطى الحسي لتصل الى مكوناتها. برضو نفس الفكره بالظبط. التحليل والتركيب ده قلت لك سؤال بيجي حل نفسه يا شباب، بيجي كلمه بتدل يا اما تحليل يا اما تركيب. يتم تعليم، بص نفس السؤال، يتم تعليم الطفل الكلمه بداء من الحروف ثم بعد كده بيتعلم الكلمة. ما ده مستر محمد ده التحليل والتركيب. أمام عليك نور. التحليل والتركيب يا جدعان. تعالى يا مستر نشوف بقية الأسئلة.
دمج المكونات، نفس الفكره برضه، هدمج المكونات، هالف بين المكونات، هجمع بين المكونات، يبقى ده مهاره الايه يا شباب؟ التركيب. وبرضه نفس الكلام، لجأ المهندسون مؤخرا في البناء باستخدام الهياكل المعدنيه زي ما عملوا في قطر كده في كاس العالم. كانوا يا مستر محمد في بعض الملاعب كانت عباره عن زي مكعبات عملاقه كده، حاويات عملاقه معدنيه، جابوها رصوها فوق بعض عملوا الملعب. يبقى هم كده عملوا ايه برضه يا شباب؟ برضه تركيب يا شباب. شايف السؤال بيجي عامل ازاي؟ وانا بشرح على فكره قلت لك فكك من التحليل والتركيب في الفلسفه، هو بيجيب لك تحليل وتركيب من الواقع. امثله بقى زي اللي بيصلح التليفون، زي الميكانيكي، زي المهندس، اهو دي اللي بتيجي اهي زي ما انت شايف. يقول ديكارت أعيد ترتيب أفكاري. بعيد ترتيب أفكار يعني بجمعها، يعني تركيب. فين التركيب؟ إيه ده؟ ما لقيتش تركيب، بس أنا فوق أنا خدت كلمة التركيب بمعنى كلمة الإيه؟ التأليف. تمام عليك نور. قدرة الشخص على حل المشكلات التي تواجهه عن طريق تأملها وفكها إلى عناصر. أنا تعبت من الأسئلة دي. فكها إلى عناصر هتبقى إيه؟ تحليل يا مستر. أسئلة واضحة جدا، ما فيهاش أي حاجة خالص بجد. أسئلة يعني حتى لو ما درستش معايا الحصة دي أنت هتعرف تحلها. أسئلة ما فيهاش أي فكرة خالص. ولكن برضو تعال نكمل. عقد مدير شركة اجتماع مع الموظفين لتحديد نقاط الضعف الخاصة بمنتجات الشركة، واتفقوا أن الجميع على أن المنتجات بحاجة إلى تعديل. في نظام اجتماع وبيتناقشوا بحاجات إيجابية زي كده، يبقى ده حوار إيه يا شباب؟ إيجابي. تمام. تتسم تلك المهارة بطرح الأسئلة والاستماع الجيد. بطرح أسئلة وشوف رأيك واستمع لك، يبقى ده أكيد برضه حوار إيه يا شباب؟ وحوار إيجابي كمان. خد بالك، لأن هنا مستر لو جابها لك حوار سلبي وحوار إيجابي هتبقى الحوار الإيجابي أدق. عند تقبل الأمور والحوادث كما تروى لنا، وعدم التسرع في تصديقها بل عرضها على ميزان العقل. حد قال لي حاجه وانا بشوف على ميزان العقل هتنفع ولا ما تنفعش، يبقى ده النقد. طب انا مش لاقي نقد يا شباب. هل النقد والتردد؟ لا ده الشك. هل الجدال؟ ده الحوار. هل تحليل المشكله؟ تحليل وتركيب. ولا الفحص والتمحيص؟ النقد والفحص والتمحيص والتاكد والدليل والبرهان. كل ده يا مستر معناه النقد على فكره. طيب يجب تقسيم المشكله. خلاص يا مستر بقى، خلاص بقى تعبنا من السؤال ده. يجب تقسيم المشكله، يبقى تحليل يا مستر محمد. أثناء تصفحك لأحد الكتب أثناء تصفحك لكتاب جديد تريد فهمه فتهتم بتقسيمه. أنا تعبت. تهتم بتقسيم، بقسم الكتاب عشان أفهمه. يبقى أنا كده بعمل إيه يا شباب؟ تحليل وتركيب. تعالى يا مستر محمد نشوف آخر حاجة في الدرس ده. عملية ذهنية يسير وينتقل فيها الذهن من الجزيئات. أنا تعبت. من الجزيئات إلى الكليات. إلى إيه يا مستر؟ من الجزيئات إلى الكليات. يبقى ده تحليل ولا تركيب؟ لو عكس كانت هتبقى تحليل، لكن من الجزيئات للكليات تركيب. السؤال ده يا رب يجي لك، ده يعني سؤال بيتحل لوحده. يقول مصطفى محمود هناك فرق بين التقويم والحقد، وبين النصيحة والفضيحة. يعني فرق بين ان انا اقومك لمجرد ان انا بنصحك، اقومك يعني اعدل عليك، وفي فرق بين ان انا اقومك عشان افضحك. يا جماعه انت غلطان في 1 2 3 عشان ابين انك انت ضعيف وعبيط يعني. فهنا يا مستر معناه ان الشخص اللي بيستغل ده في ان يوجه نصيحه بس بشكل فيها فضيحه. يعني ايه يا مستر محمد؟ يعني بحاول اقلل منك وانا بنصحك. يا اخي ده انت ما تنصحنيش احسن. يعني ما اجيش انا يا مستر محمد واحد حل سؤال، او واحد يا مستر محمد عنده صفه سلبيه، فاعمل نفسي بنصحه في الحصه واقعد اقلل منه، ويا جماعه ده كان شخصيه او شخصيه مش عارف فيها 1 2 3 المفروض يعمل 1 2 3. يا جماعه ما تزعلش مني انا بنصحك. ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ مش حد بينصح حد كده. اكيد هنا النقد اللي انت بتعمله ده نقد ايه؟ ضعيف، لانك بتقلل مني. طيب قدرة الفرد على تكوين كيان متكامل من أجزاء مبعثرة. بكون كيان متكامل من أجزاء مبعثرة، يبقى أنا بعمل إيه؟ تركيب. يوصف بأنه الصعود من التفاصيل إلى الجموع. برضه نفس الكلام، هو ده التركيب يا شباب. يقول راسل لا تكن متأكد. لو سكت، يقول ابن رشد لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف. تدعون المقولة إلى تجنب إحدى مهارات التفكير، وهو إيه؟ أكيد يا مستر الحوار السلبي. لأن يا مستر محمد أكيد تدعونا إلى تجنب الحوار السلبي، لأن كل واحد لو سكت وهو مش عارف هيتجنب الحوار السلبي. لأن أبقى أنا مش عارف وعمال أهبد وأوح، يبقى كده الحوار هيبقى سلبي. فبالتالي لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف. فبالتالي هنا بتدعونا المقولة إلى تجنب إحدى الأنواع الحوار، وهو أكيد الحوار السلبي.
طيب راسل قال لك لا تكن متاكدا جدا من اي شيء، ما لو حد قال لك حاجه ما تبقاش متاكد منها. خد بالك هي تنفع نقد، تنفع نقد. طب وتنفع شك؟ برضه، ما انا الشك ان انا مش متاكد، انا متردد. اذا لو الاثنين جم يبقى في غلط في السؤال، وانا متاكد ان مش هيجي الاثنين. جالك الشك فبالتالي ما جاش النقد، فبالتالي خد بالك ان كده صح. راى احد الفلاحين، احد الفلاحين الحاق ابنه الوحيد بكليه الزراعه حتى يتسنى له مساعدته في الكبر، وعرف اثناء حديثه مع ابنه لانه يريد الالتحاق بكليه الحقوق ليدافع عن المظلوم. فاكر لما قلت لك الدفاع عن المظلوم حوار ايجابي والدفاع عن الظالم حوار سلبي؟ يا مستر فاكر. يبقى الحوار الفعال لاظهار الحقيقه اللي هو الحوار اللي يا شباب الايجابي. طيب يرى أن اليقين الكامل فوق إدراك الإنسان. إيه ده اليقين اللي عمري ما هصل إلى اليقين؟ يعني بيقول لك أن اليقين ده فوق إدراك الإنسان، عمرك ما هتصل إلى اليقين. لأن فوق الأشياء ظاهرا يخفي حقائقها، يعني عمري ما هصل الحقيقة. أنا فاكرك الشك ده، الشك اللي عمري ما هصل فيه اليقين، والحقيقة عمري ما بوصل لها. كان الشك الإيه يا شباب؟ تمام، المذهبي. كان الشك الإيه يا شباب؟ المذهبي. نقولها تاني، يبقى مصر الشك اللي عمري فيه ما هصل إلى اليقين وعمري ما هصل إلى الحقيقة كان الشك الإيه؟ المذهبي. 45 حدث خلاف فكري بين زميلي على أن الفلسفة والعلم متضادان، فحاول كل منهما الاتيان بالدليل والبرهان الذي يثبت صحة رأيه، وفي النهاية توصلوا إلى اتفاق. يبقى الحوار اللي ما بينهم كان حوار إيه يا شباب؟ إيجابي. مفيش حوار إيجابي وسلبي، هو الحوار بس تبقى عارف إن ده برضه هيبقى حوار إيجابي لأنهم ما اتخانقوا. إن أخبرك زملائك أن الشمس غدا سوف يحدث لها كسوف فإنك لا تكذبهم ولا تصدقهم. انقد الأول. طب ما لقيتش نقد، يبقى شك الأول. شك إيه يا شباب؟ منهجي. يعرفها مون جاكوب بأنها فحص الأدلة. فحص الأدلة، بتفحص الأدلة، بتبرهن عليها، بتدلل عليها، تثبتها، بتمحصها. تمحيص والفحص الاثنين بنفس المعنى، يبقى أنت بتنقضها. عاش يا. إن الذين يقومون ببحث علمي دون أن يسبقوه بشك يشبهون إلى الذين يسيرون على غير هدى فلا يعرفون الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكوه. تدعو المقولة لأحد أنواع الشك، هو الشك الإيه؟ تاني، إن الذين يقومون ببحث علمي دون أن يسبقوه بشك يشبهون الذين يسيرون على غير هدى فلا يعرفون الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكوه. فأكيد ده الشك المنهجي. وتعالى أقول لك احنا حليناه كده بطريقتين كمان، لأن شباب المذهبي هو الدائم، هو المطلق، فبالتالي بالاستبعاد برضه هختار الشك المنهجي، لأن مستر محمد هنا هيسلكوا طريق هيوصلهم إلى اليقين، فبالتالي هنا مستر محمد ده شك منهجي. قيام الفرد بعمل محاكمة عقلية للنظر في أفكاره وأدائه لتقويمها وإصدار حكم عليها. بيشوف أفكاره صح ولا غلط، يبقى كده مستر كده بيعمل إيه؟ نقد يا مستر محمد. لا، الهدف ليس مجرد فك الاشتباك بل الآراء المختلفة، وإنما الهدف الأكبر هو إثراء الفكرة. ما مش بنتخانق معاك يا صاحبي، احنا بنحاول نفيد بعضنا بأفكارنا، يبقى أكيد احنا كده في الحوار. تتميز تلك المهارة بأن الفرد لديه خصائص منها حسن الإنصات، بسمع للناس، يبقى أكيد برضه ده إيه؟ حوار. الارتياب يعني التردد على فكرة أو مستر محمد الحيرة، فهنا معناها الشك. بس تعالى نكمل. الارتياب هو الصديق الحميم للأرواح الضعيفة. إيه ده يا مستر؟ ده هنا ارتياب دائم وروحه ضعيفة، يعني ما بيعرفش يوصل مستر إلى اليقين، يبقى ده أكيد شك الإيه؟ المذهبي يا مستر محمد وليس المنهجي. لاحظت أثناء مناقشة بينك وبين زملائك أن أحدهما يشعر بالسعادة وهو يصرح بأخطائك أو أفواهك وهفواتك، يبقى كده الشخص ده حواره يا شباب سلبي. أكيد أنا فرحان فيا يا مستر إن أنا غلطت، أو إن أنا يا مستر عندي هفوة معينة عملتها. مهارة تستخدم فيها الأسئلة والأجوبة. أسئلة وأجوبة يبقى ده حوار. استنى بس كده، أسئلة وأجوبة ده حوار لإثارة الذهن وتحريك الوجدان بقصد إزالة الأفكار الخطأ، ده نقد، يبقى ده حوار ونقد اللي هي الإجابة دي. السؤال 55 يا شباب، إذا كان البرق يبدو من التقاء سحب شتى فإن سناء الحق يبدو من التقاء آراء شتى. الآراء الشتى لو بتتلقى يا مستر محمد يبقى احنا كنا بينا إيه؟ حوار. وخد بالك لو جالي أنواع الحوار تبقى حوار إيجابي وليست سلبي. ليه يا مستر محمد؟ لأن احنا كده زي ما احنا قلنا في تلاقي آراء، يبقى احنا كده يا مستر بنسمع لبعض. هو ما استوى فيه اعتقادان، استوى فيه اعتقادان أو لم يستوي
ولكن لم ينتهي احدهما الى درجه الظهور. يعني انا في حاجتين قدامي وانا بصراحه مفيش واحده فيهم سابقه الثانيه، ولا في حاجه يا مستر محمد يقين عن الثاني، يبقى انا كده في حاله ايه؟ شك. ايوه فعلا هو ده الشك. فاحنا كده يا شباب خلصنا المراجعه الثانيه، حل عليها والحمد لله. كده فاضل لك مراجعتين او حل مراجعتين المنطق، الحصه الثالثه والحصه الرابعه منطق. اشوفكم على خير، يا رب اكون فدتك. السلام عليكم.